وهذه الدولة قامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وشادت المساجد وشادت المدارس والجامعات، ووضعت المناهج السلفية تنفق عليها الملايين، وأقامت مراكز الدعوة في داخل هذه الجزيرة في المملكة وغيرها وفي الخارج، وانتشر ضوء الإسلام من خلال هذه المراكز ومن خلال هذه المدارس. ولولا حقد أهل البدع وتآمرهم على هذه الدعوة وعلى علمائها وحكامها لرأيت العالم الآن يضيء بالدعوة السلفية. كم خرجت هذه الجامعات من شباب الأمة؟ لو كان هؤلاء كلهم أخذوا بهذا المنهج الحق وذهبوا ينشرونه لكانت الدنيا الآن تضيء بنور الإسلام ونور الحق، وانجابت صعب الباطل والضلال عن كثير من ضلال المسلمين وحتى من الكفار المجرمين. ولكن أهل البدع تآمروا على هذه المؤسسات العظيمة للدعوة السلفية والتي قامت من أجلها، أقامها العلماء وأقامها الحكام لإعادة المسلمين في العالم إلى حظيرة الكتاب والسنة وإلى تبديد الضلال والظلمات التي حاقت بالإسلام وبالأمة الإسلامية. لولا تآمر أعداء التوحيد والسنة لخرج طلابها حملت هذه الرسالة في العالم، ولرأيت العالم الإسلامي على غير هذه الحالة السيئة التي يعيشونها الآن. والله لقد حاربوا الحق وأرادوا إطفاء نور الله، وأبعدوا كثيرا من الدارسين في هذه الجامعات، والذين لو سلموا مكايد أهل البدع لخرجوا علماء حق وعلماء سنة. ولكن ما انتطع قدم الغريب أو المواطن هذه المؤسسات وإذا بهم يشوهون توحيد الله وأهله والمنهج السلفي.